الف مبروك يا عمتي، يا رب يتربى في عزك. ربنا يخليك يا ريكو يا حبيبي، يا رب تفرح بابنك المرة الجاية. بس انت ما قلتش تتجوز امتى بقى؟ هتتجوز امتى بقى؟ قريب ان شاء الله. طيب خد امسك المنفلوطي. امسك مين؟ المنفلوطي يا ريكو ابني. طب هاتي. والله يا ابني انا مشفق عليك من العيله. المنفلوتي انا اسف يا عمتي، هو شكله خوفني بس حاك عليا. منفلوتي ياب، دي المواقف العاديه في حياتي العاديه جدا. واحكي لك النهارده كام موقف غريب كده حصل لي. في البدايه عاوزك تعرف اني ما بكرهش في حياتي قد البشر وتجمعات البشر المستفزه. وخلينا نبدا على طول في اول موقف، وده لما كنت شغال عامل توصيل في صيدليه. يومها كان في اوردر في منطقه من كتر ما هي بعيده، لو حد راح بعجله ممكن يروح كده ويرجع كده عادي. وانا ساعتها كنت شغال بعجله وكنت قاطع عهد على نفسي في اليوم اللي قرروا يودوني فيه المكان ده هيبقى اخر يوم ليا. وكان معايا دكتور من كتر ما هو شخص مستغل وبوشين وبتاع مصلحته كان بيضحك عليا وبيستغلني في كل حاجه. مش هقول على اسمك يا دكتور محمود، كان عنده شويه اساليب خلينا نسميها اساليب الجوكر. كان بيقعد في الاول يرمي كلام حلو، والله يا ريت كنت احسن واحد في الصيدليه، انت الكارت الاحمر بتاعنا، انت بتاع من بتوع الصيدليه ما ينفعش نستغنى عنك. بعد كده يروح للمرحله الثانيه ويبدا يقول والله يا ريت انا عارف ان انا باجي عليك في الشغل وعارف اني بوريك ايام سودا وبتعبك معايا بس والله انا غصب عني العدد قليل طب خلاص، طيب انا اقدر اساعدك ازاي؟ روح ارمي الزباله وامسح المكان، روح جيب لي اكل وجيب للدكتوره برضه اكل، وودي الشنطه دي البيت وهات لي اكل تاني من البيت عشان اتعشى بالليل، ولما تخلص خالص تعالى فوق شطفني. ولما تخلص برضه يبقى ودي الاوردر البعيد ده. انا بعدي كل يوم بشوفك يا دكتور في الصيدليه، وفي مره هدخل. المهم ان في اليوم ده انا رحت الاوردر ده فعلا، وبعد رحله طويله طويله جدا بص لبيت الست. رايح فين يا عم انت؟ طالع عند ما ترد. طالع يا عم انت رايح فين يا جدع؟ بقول لك طالع عند. لا العماره غلط، شوف العماره اللي جنبينا. لا بقول لك ايه، مش ناقصاك هي خالص النهارده، يعني مش كفايه بيركبوني في الشغل وبشتغل الشغل مش بتاعي وبقبض عليه جبنه رومي، ببقى قاعد والدكتور بيخرفر على الرايحه والجايه، وفوق كل ده بطلع اشطفهم. طب خلاص، طيب قول لي طالع عند مين؟ فبحاول من الصبح اقول لك يا عم طالع عند مدام سميره المطلقه. خلاص هي بالدور العاشر، بس في حاجه انت قلت لي انهم بيركبوني في الشغل. طب لو في مكان ممكن اركب، انا قد جدك يعني، ببقى عاوز اروح للسوق كده، فلو مفيش مشكله اركب ابقى متشكر جدا. استنى يا استاذ مش شغال. ميال ميال ميال. انا الدليفري يا مدام جايب لك العلاج. علاجي انا تمام وجسمي صحي ومفيش اي حاجه. علاج الزهايمر. طب هات، عاوز كام يا حبيبي؟ الحساب. ميال ميال ميال. يا فندم الحساب. حساب انت مين اصلا؟ مدام سماح انا مقدر ان في زهايمر، ورغم ان لساني هيموت ويطلع انا هسكت. ممكن حضرتك تجيب ال 63 ونص عشان امشي؟ خد. مش معاك فك طيب؟ لا خلاص خلي. طب خلاص ربنا وبعد كده سبت الفلوس قدام باب الشقه، ونصيحتي لاي حد شغال دليفري ما تجيش على كرامتك. الموقف اللي بعده حصل لي من سنتين. كنت في مصيف مع اهلي وانا من طبعي انسان كسول بحب قعده البيت، فسبتهم على الشط وقلت اروح انام في الاوضه لحد اليوم اللي بعده، وده احسن لي اصلا من اي خروجه. والمشكله ان ابويا حذرني وقال لي اوعى تنام عشان لو نمت جوه احنا هننام في البوفيه تحت، وده عشان في كارت واحد بس معايا. وفعلا طلعت وقلت مش مشكله هفضل قاعد لحد ما يطلعوا. بدات اتفرج على اكتر انمي فيه دمويه وقصه وقتال. ايه ده؟ سبونج بوب انت بتعمل ايه هنا؟ بسيط كمان، زعلان منكم والله انكم قلتوا لي هتيجوا بدري عن كده. وازاي ساندي بقى وشفيق؟ لا 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 مش الناس. ريكو بالراحه. ولما دخل والله العظيم ابويا عمل حركات مجمعه من WWE انا لسه فاكرهم وحاسس بيهم لحد الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبه الجمهوريه. الموقف اللي بعده ده لما كنت شغال في سوبر ماركت كله ناس صعايده، وعاوز اقول اني كنت بحب الصعايده جدا وكلهم على راسي عامه، بس عشان دكتور الصيدله سعيد انا كرهتهم. السوبر ماركت ده كان شغل بسيط جدا، اصحى الصبح اروح افتح المحل واقعد بس، وهي فعلا كانت سهله جسديا بس نفسيا بقى. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا كنت عاوز كنت عاوز
طب اساعدك في حاجه؟ ما تهدى يا عم، مش شايفني بفكر ولا ايه؟ ما تشوف يا سردينة الناس اللي شغالين معاك بيشغلوا عيال ما عندهاش احترام ولا تقدير الكبير. ما تشوف يا عم سردينة. معلش استحمله، عادي عادي، خليك انت الكبير ومتعملش حاجه. طيب معلش حقك عليا رغم اني ما عملتش حاجه يعني. وكمان بيرد يا عم سردينة، شوف بقى مش ممكن، ده كمان بيرد عليا وبيشتمني. يا غالي استهدى بالله، انا ما عملتش حاجه، شوف انت عاوز ايه. طب بحس كده هات علبتين تونه من وراك ومش هدفع تمنهم عشان اللي عملته معايا ده ما يتسكتش عليه. ها موافق ولا انت يا عمو سردينة؟ لا طبعا، اتفضل خد علبتين التونه وارميهم على وشه. انا اسف اني قلت لك اسكت، اوعى تسكت يا ريكو جيل ما يعلم بالله ربنا. عادي دي موقف عدى وخلاص. هاي اتفضل يا غالي امور. عاوز علبتين من اللي بالي بالك وشيرتين زرق وواحد برتقال. ده محل سوبر ماركت من مركز في شنطة سودا وراك هتلاقي فيها الكلام ده، ما انا تبع سردينة. خدها كلها اهي. تسلم يا بيبي، وقول لي سردينة انا مستنيه فوق. حاضر ايه؟ الو مين؟ ازيك يا معلم؟ انا الواد قليل الادب اللي من الجيل البايظ اللي قلبت منه الصبح. اوعى تكون شايل في نفسك، معلش. لا مفيش اي حاجه، انا بس كنت عاوز اعتذر لك ومستنيك في المحل. عازمك على 30 علبه تونه. انت فين؟ انا قدام المحل. ايه مش قلت جايب لي تونه؟ هو انت قطه ولا ايه؟ مش مهم، خليك عندك وجاي لك. الو عم سردينة، فعل خير معاك، في واحد بيسرق المحل بتاعك وانا واقف وشايفه. اقف عندك حرامي ايه؟ وبعدين فين التونه؟